ما روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع أحد الصحابة يقرأ والصافات صفا هكذا بدون مد. سيدنا عبد الله لا يعلم أن هذا مد لازم، حتى ما كانت قعدت هذه القواعد في وقتها. هذا مد لازم كلمي مثقل، مد لازم لأن حرف المد جاء وجاء بعده السكون أو الشدة، ومد لازم كلمي لأن وقع هذا في كلمة اللي هي والصافات، ومثقل لأنها الفاء التي بعد الألف كانت مشددة. لا يعرف سيدنا عبد الله كل هذا، ولكن كل ما يعرفه أنه ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال والله ما أقرأنيها رسول الله هكذا. قال وكيف أقرأك؟ قال أقرأني والصافات صفا هكذا. وظل المسلمون على هذه الحالة مع هذا العلم لا يفعلون شيء إلا التلقي، يتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يطبقونه كما تلقوا، ويطبقون هذا بحذافيره. سنرى بعد ذلك ان نشأ مثلا من يقصر المنفصل، من يمد المنفصل اربع حركات، من يمد 6 حركات. فتسأل نفسك هل وصلت الدقة في النقل إلى هذه الدرجة؟ نعم، لأن هذا يدخل في حفظ الله عز وجل لكتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب إذا كان الصحابة تلقونه من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وجاء التابعون سيتلقوه من الصحابة، فليست هناك حاجة لوجود العلم. متى دعت الحاجة إلى وجود هذا العلم؟ لما دخل لسان أعجمي في الإسلام، لما اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية ودخل ناس مسلمين لسانهم أعجمي ليس عربي. ولو تلاحظون هتلاقوا أن هذه الفترة التي دون فيها علم النحو واتجه إلى تدوين علم النحو وسمي نحوا، لأن النحو دي كلمة اصطلاحية أصلا. ووضع أيضا في هذه الفترة العلوم التي تساعد غير العرب على قراءة القرآن، فوضع النقط، تنقيط. هذا ما كان موجود، وما كان موجود في المصاحف، وحتى ما كان موجود في مصحف الإمام، في مصحف عثمان، سيدنا عثمان رضي الله عنه في البداية. ووضعت الحركات بعد ذلك أيضا ليسهل على غير العرب أن يقرأ. إن العربي إذا قرأ سيقرأ وهو بمنتهى الأريحية أن الله بريء من المشركين ورسوله، يقرأها هكذا. إنما غير العربي قد يكسرها، وهذا ما حدث. يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فعطف البراءة، عطف رسول الله على المشركين في براءة الله عز وجل منه. فوضع النقط، تنقيط المصحف، ووضع الشكل. ويقال أن أول من وضع هذه القواعد، قواعد علم التجويد، الخليل بن أحمد الفراهيدي، هو واضع علم العروض. أو يقال أنه أبو الأسود الدؤلي. وأيا ما كان من الواضع يعني، فهو يعني العلم تم وضعه أو البدء في تدوينه منذ أن اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية. القرآن تأثر بحادثين أساسيين. أول حادث تأثر بهما القرآن هي موقعة اليمامة في حروب الردة في عهد الخليفة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، لما استشهد كثير من القراء، فظل سيدنا عمر بسيدنا أبو بكر حتى جمع القرآن في كتاب واحد، وكلف فريق كان على رأسهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه
لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأمر العرضة، لأن كما تعلمون كان سيدنا جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة. ففي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم درسه القرآن مرتين. هذه حادثة تأثر بها القرآن. والحادثة الأهم كانت دخول غير العرب في الإسلام، فعمد سيدنا عثمان رضي الله عنه بعدما جمع واتفق على نسخة واحدة برسم واحد نتب إليه رضي الله عنه يسمى الرسم العثماني، والمصحف يسمى مصحف الإمام، وأرسله إلى الأمصار. تمام. طب من أين أتوا بهذه القواعد؟ يعني من أين أتى العلماء بهذه القواعد؟ يعني جابوا منين؟ أحكام النون الساكنة، أحكام الميم الساكنة، أحكام النون والميم المشددتين، المد، من أين أتوا؟ قال كل هذا استنبطوه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كأن إنسان أخذ سيارته إلى التوكيل، وسيارته كوري، فالمهندس اللي واقف كوري، فهو مش هيعرف يتفاهم معاه، فهو ماذا يفعل؟ بيبص بالضبط هو عمل ايه بالضبط. هو مثلا شغل عربية، بعد 5 دقايق عمل حاجة معينة، يبقى الحاجة دي ما تتعملش إلا بعد تشغيل العربية ب5 دقايق. أخذ هذا بالنسبة له كأنه قاعدة. أيضا العلماء لما جم يحطوا قواعد علم التجويد أخذوا فعله صلى الله عليه وسلم كقاعدة بيان على المعلم زي ما بنقول. طب ناخد مثال عشان يوضح هذا الأمر. ناخد مثال، أوضح مثال أو من أوضح الأمثلة على هذا اللي هي الحروف المقطعة في أوائل السور. نحن نعلم أن في أوائل سور القرآن الكريم يوجد 14 حرف ينطقون مقطعين، يجمعهم الجملة نص حكيم قاطع له سر. تعد الجملة دي هتلاقيها 14 حرفا. نص 2، حكيم 4 يبقى 6، قاطع 4 يبقى 10، له 12، سر يبقى 14. وفعلا القرآن نص حكيم قاطع له سر. هذه 14 حرف لما أخذ العلماء يدرسونها وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطقها ب3 طرق مختلفة، فأخذوا من نطقه صلى الله عليه وسلم واستنبطوا هم القاعدة. كل حرف عربي مكون من 3 حروف، لما تيجي تنطقه هتلاقيه مكون من 3 حروف. لما تقول مثلا ألف يبقى ألف ولام وفاء، لما تقول صاد يبقى صاد وألف ودال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هذه الحروف وهو يقرأها إلى 3 أقسام. قسم لا يمده أصلا، وقسم يمده حركتين، وقسم آخر يمده 6 حركات. فهم أخذوا من قراءته ومن تعليمه صلى الله عليه وسلم واستنبطوا القاعدة. يبقى احنا كده عندنا الأحرف 14 تنقسم إلى 3 أقسام. في منها أحرف بتنطق حرفين فقط، اللي هي أحرف حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. لما نيجي ننطقها في أوائل السور بنقول إيه؟ بنقول طاء ولا بنقول طاء؟ حرفين فقط، طا هاء. ما قلناش طاء هاء. ليه ما قلناش طاء هاء؟ لأن هكذا تلقيناها حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الأحرف ال5 لأنها بنطق منها حرفين بس فبتمد حركتين بس، فمد طبيعي. طيب والألف قال لك الألف مفيش في وسطه حرف مد، ده اللي في وسطه حرف اللام، فمفيش مد في الألف أصلا. بقية الأحرف اللي هم 8 أحرف
قال لك لما نيجي ننطقهم بننطقهم الثلاث حروف كاف، فبننطق الكاف والالف والفاء. فوقع الالف اللي هو حرف المد، وقع بعده الفاء ساكنة، يبقى ده مد لازم، يبقى بنمده 6 حركات. يبقى العلماء استنبطوا القاعدة من فعله صلى الله عليه وسلم. مين اللي علمنا التجويد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بتلقينا منه. بعد ذلك جاءت بقى القواعد والترتيب وما إلى ذلك. أول منظومة ألفت في علم التجويد كانت منظومة الخاقاني. هي منظومة رائية لأنها تنتهي بحرف الراء، وهذا الخاقاني توفاه الله عز وجل سنة 325. أول منظومة في هذا العلم كانت في بداية القرن الرابع الهجري. ثم كان هناك محطتين أساسيتين أيضا لهذا العلم، اللي هي محطة الإمام الشاطبي رضي الله عنه، اللي هو مؤلف متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، المدفون في مصر في سنة 590 هجرية. ثم المحطة الكبرى محطة الإمام ابن الجزري رضي الله عنه، المدفون في شيراز بإيران، بيننا وبينه تقريبا حوالي 500 عام، مدفون في 834 هجري، يعني 510 عام. يبقى هذا العلم ليس من عندنا، ولا ينبغي أن يكون من عندنا ولا من عند أحد، ومن عند الله عز وجل، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل رضي الله عليه السلام. تلقيناه، نحن أخذناه بالتلقي كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تخترع بعض القواعد للضبط أو لحادثة كما قلنا دخول غير العرب في الإسلام، لسانهم أعجمي فيحتاجون إلى من يعلمهم، إنما العربي لا يحتاج لأنه يأخذ هذا بالسليقة، ولأن حتى اللهجة كانت لهجته. فلهجة قريش كانت تهمز، لا تنطق الهمزة، وناس كثيرون حتى الآن وحتى في الريف المصري يقولون ناكل، لا ينطقون الهمزة. وقالوا على قراءة ورش رضي الله عنه أنها أقرب القراءات للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لأنه كان يهمز وكان يمد مدا طويلا. هذا كله تلقيناه من النبي صلى الله عليه وسلم بكل قواعده، بكل هذه التفاصيل الصغيرة. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل هذا؟ نعم علمه. كيف؟ هو المدة التي قضاها مدة قصيرة. نقول أنه صلى الله عليه وسلم لما بداية نزول القرآن عليه كان يحرك به لسانه كثيرا، حتى نزلت البشرى من الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم كانت البشارة الأخرى في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى. سورة الأعلى فيها بشارتان للنبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى، والبشارة الأخرى: ونيسرك لليسرى. فلأنه كان يقرأ كثيرا، والصحابة يقرؤون لأنهم يهتمون بهذا الأمر، ولأن للقرآن سطوة على قلوبهم وعليهم، فتعلموا كل هذا. شيء كثير جدا جدا جدا، ولكن هذا ما كان يشغله. وإذا أردت أن تدرك كيف، يعني انظر الآن على عكوف الناس على هواتفهم، تدرك كيف. لو الشاب يعني تركت له هاتفه والشاحن وغرفته فيها حمام ومعه طعامه، ربما لا تراه باليومين ولا بالثلاث. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن.
كانوا يتدارسونه آناء الليل وأطراف النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو قائل كل هذه الروايات التي نعرفها والتي لا نعرفها، وكل هذه القراءات علمها لأصحابه. لماذا تنسب إلى أخر كما نسبت المذاهب إلى العلماء؟ المذهب أبو حنيفة من عند الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه؟ لا والله، هو من القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصادر التي ارتضاها للتشريع. هكذا القراء التي نسبت إليهم القراءة لأنهم تعبوا فيها وجمعوها وما إلى ذلك. بقي أن ننبه أن كل ما سنتحدث عنه بعد ذلك هو سيكون موافقا للرواية التي نقرأها، اللي هي رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم رضوان الله على الجميع. وعاصم الشيء يذكر، اصطلح أهل الأداء على تسمية عاصم ومن هم في رتبته قراء. فعاصم قارئ، وحمزة قارئ، وأبو عمرو البصري قارئ، وابن عامر قارئ، وما إلى ذلك. المعلمين أو التلميذين اللي تحتهم يسمونهم رواه. فنحن نقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم. عاصم هو القارئ وحفص هو الراوي. طب ما تحت حفص يسمى طريق، نقرأ ربما من طريق المصباح، من طريق الفيل، هذه طرق. طب ما فوق عاصم؟ يعني عاصم فوقه ناس، فوقه أبو عبد الرحمن السلمي، وفوقه زر بن حبيش رضوان الله على الجميع وهم من التابعين، فوقهم سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا علي بن أبي طالب. هؤلاء يسمون رجال عاصم. أنا عندي قارئ وعندي راوي تحت القارئ وعندي طريق تحت الراوي، واللي فوق القارئ يسمون رجال عاصم. إن شاء الله هنبدأ في يوم الثلاثاء من البداية، ويعني نسأل مما تريدون أن نبدأ. الحمد لله لا أحد يبقى خلاص كده مش عايزين حفص عن عاصم إن شاء الله. حفص عن عاصم. لا، المواضيع التي تحبون أن نبدأ بها ما في مشكلة خالص. إذا ما تحبوا تبدأوا بشيء يبقى ما تحبوا إن احنا نكمل، يبقى كفى الله المؤمنين القتال. لا ده مطلوب القتال بس هو البداية مع حضرتك. أنا ما عندي مشكلة، أنا أبدأ من أي مكان، لكن أحب يعني لو في مقترح أنا أنفذه يعني. اتفضل. بعد إذنك يعني ممكن نبدأ من اللي هي الحروف زي كاف ها يا عين. الحروف هذه تدرس في باب المد، يبقى كده هنبدأ بالمد. هنبدأ بالمد. ما أنا ما عندي مشكلة يعني، إذا ارتضينا إن احنا نبدأ بباب المد ما عندي مشكلة. إيه؟ حاجة تانية بعد إذنك. والصافات صفا. تمام. هل دي حكمها زي كاف ها يا عين صاد ولا دي تختلف عن بعض؟ حكمها نفس الحكم وإن كانت من غير نفس النوع. يعني كلاهما مد لازم، كلاهما مد لازم، وكلاهما وقع في كلمة. ولكن شوف كاف الفاء ما عليها الحركة اللي على الكاف، الفاء قصدي، لا الصفات الحركة اللي على الفاء شدة، يبقى ده بيسموه مد لازم كلمي مثقل. تمام؟ إنما كاف هذا مد لازم كلمي مخفف لأن الفاء ساكنة. طيب بعد إذنك والصافات صفا. تمام؟ قسم لاسم الملائكة. 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 على كده صوت في ده على أحد الأقوال. والله أعلم. خلاص ارتضينا هنبدأ بباب المد ولا؟ أنا ما عندي مشكلة. أنا بس في حاجة يعني. لا أنا تمام. هو درج في باب التجويد أن يبدأ بالحديث عن الاستعاذة والبسملة وأحكام النون الساكنة وأحكام الميم وأحكام وهكذا. ولكن من تدريس يعني لما تيجي تدرس لحد فتيجي يعني هو يريد أيضا أن يفهم فلسفة الأحكام. هي ليه النون مظهرة مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء؟ لو أنت قلت لي ليه
انا هفهم ومش هنسى. بس انت عشان تقول لي ليه مش هينفع تبدا باحكام النون الساكنه. لان لما ترجع يقول لك ايه سبب الاظهار تباعد المخرج. طب يعني ايه مخرج؟ طب هو فين مخرج الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء؟ ايه؟ فارى يعني ان الدراسه الصحيحه بتبدا بدرس المخارج والصفات، ثم بعد ذلك احكام النون احكام الميم، لانها تفسير للي موجود في المخارج والصفات. هذا جنبي يعني. اذا اردنا ان نبدا بالمدود مفيش اي مشكله، نبدا بالمدود مفيش اي مشكله ان شاء الله. نبدا بالمنهج اللي حضرتك تحطه يا استاذ. انا ما عندي مشكله يعني. معلش خليك متدرج يا أستاذ. معظم اللي قاعدين متدرج. ثقافتهم في هذا الموضوع بسيطه. تمام. تبدا ازاي؟ هنبدا بالمدود ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يوم الثلاثاء موعدنا مع المدود ومع اول انواع هذه المدود اللي هو المد الطبيعي ان شاء الله رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما، ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم.